حلت أمس بميناء مستغانم الباخرة الإسبانية التابعة لشركة النقل البحري بلياريا التي ستضمن الخط البحري لنقل المسافرين مستغانم فالنسيا. وقد نظمت تقول بالمناسبة زيارة لهذه الباخرة التي تحمل اسم بهاما ماما بحضور والي مستغانم عبد الوحيد تمار والمدير العام للشركة الإسبانية بلياريا فيكتور تيريك براس والمدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تضمن هي الأخرى نقل المسافرين عبر نفس الخط وعدد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين. وأبرز والي مستغانم أن الاستراتيجية التي تم وضعها انفتاح الولاية على العالم الخارجي تسير في طريقها الصحيح من خلال عاملين أساسيين هما انفتاح الميناء على النقل البحري للمسافرين وكذا توجه نحو التصدير، والتي انطلقت كمرحلة أولى بتصدير مؤخرا زهاء 400 طن من البطاطا نحو إسبانيا. والمراسلة لموسى بالعيدي من مستغانم. احنا واش رساله، احنا نقولوا مبروك عليهم، سهلوا عليهم رحلات ان شاء الله تجيب الخير للمستغانم بالنسبه للشغل، بالنسبه لتسهيل الموارد، لان المستغانم مدينه فلاحيه ولازم ندخلوا في هذه المنظومه التجاريه الجديده اللي لازم